هل فعلا كلب البيتبول بيعض صاحبه بعد ما بيتم سنتين؟ طب ليه كلب البيتبول عنيف مع الأطفال؟ خليكم معانا في الحلقة دي عشان تعرفوا كل المعلومات اللي عايزين تعرفوها عن كلب البيتبول. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من تيو دي أكاديمي. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر الكلاب صاحبة السمعة السيئة، واللي جعل الكتير من الناس تفكر 1000 مرة قبل ما تجيبها. حلقتنا النهاردة عن كلب الأمريكان بيتبول. كلب الأمريكان بيتبول هو واحد من ضمن أقوى الكلاب في العالم، وبتعود القوة دي لعملية تهجينه، واللي تمت بين سلالات عديدة زي كلب البولدوج وكلب التيرير. وكان الغرض الحقيقي من وجود هذا الكلب هو وجود كلب بيحمل صفات قوة النزال وقوة الفك والتحمل الشديد أثناء النزالات. وكانت النزالات في الوقت ده واحدة من أكتر الرياضات عنف إلى أن تم تحريمها. قصة تاريخية عن كلب البيتبول. بتعود أصول كلب الأمريكان بيتبول لإنجلترا، وتحديداً في القرن التاسع عشر، واللي تم تهجينه من أجل رياضة مصارعة التيران. وفي أواخر القرن التاسع عشر وبعد وصول كلب البيتبول لأمريكا، قام الأمريكان أيضاً في استخدامها في عمليات النزال، ولكن المرة دي ما كانتش للتيران، كانت لنزالات الكلاب، من أجل الدخول في عمليات مراهنات عالية القيمة، إلى أن وصل قيمة الرهان للجولة الواحدة ل$500,000، وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده، إلى أن تم تحريم هذه الرياضة أيضا. وبدأ البيتبول في عملية تهجين متعددة وكبيرة من أجل الحصول على عدة مزايا إضافية، ولعل أبرز السلالات اللي دخلت في عملية التهجين الستافردشاير والبول تيرير والبوستون تيرير والبولدوج، وتم إنتاج سلالات عديدة تحمل اسم البيتبول. قصة واقعية عن كلب البيتبول. قصتنا النهاردة عن أنجل، وهو أحد كلاب البيتبول اللي أنقذ طفل صغير من هجوم كلب تاني أكبر منه. أنجل ضحى بنفسه ووقف بين الطفل والكلب التاني لحد ما وصل أهل الطفل وأخدوه من قدام الكلب. القصة دي بتوضح قد إيه كلب البيتبول كلب وفي وبيحمي أصحابه، وكمان بيحب الأطفال حتى لو كلفوا ده حياته. المواصفات الصحية لكلب البيتبول. الأمريكان بيتبول واحد من أقوى وأذكى الكلاب اللي ممكن تقابلها في حياتك، وبتعوق قوته لقدرته على التحمل. وبتأتي كلاب الأمريكان بيتبول بشعر قصير وألوان متعددة، وهي سلالات قليلة الإصابة بالأمراض، وده بيعود لعملية تهجينها. وبتأتي كلاب البيتبول في طول بين 40 و 53 سنتيمتر، بينما يأتي وزن البيتبول من 13 ل 31 كيلو جرام. كمان كلاب البيتبول معرضة لبعض الأمراض زي حساسية العين وتشوهات مفصل الفخذ والكوع، وده تحديداً في كبر السن. خرافات شائعة عن كلب البيتبول. من ضمن الخرافات اللي بيطلقوها على كلب البيتبول إنه كلب صاحب قوة فك مهولة، وده بيتنافى تماماً مع مقدار قوة فك البيتبول المقدرة ب 235 PSI، بينما كلب زي الكانجل مقدر قوة فكه ب 743 PSI. إذن كلب البيتبول مش أقوى فك. من الخرافات الشائعة برضو عن كلب البيتبول إنه لما بيقفل فكه ما بيفتحوش إلا لما بيموت، والكلام ده غلط تماماً. كلب البيتبول زيه زي أي كلب، بيختلف سلوكياته بناءً على التدريب، وعملية التدريب لكلب البيتبول أمر مهم جداً، وهو كلب زي باقي الكلاب.
من ضمن الخرافات الشائعة برضو عن كلب البيتبول إنه في عمر سنتين بيعض صاحبه، وده أمر مستحيل جدا مع الكلاب. ولكن للعلم الكلاب ما بتعضش إلا أصحابها اللي بتعرضها للتعنيف البدني، يعني لو بتضرب كلبك أيا كان نوعه خاف على نفسك. قيل برضو عن كلب البيتبول إنه بيكره الأطفال جدا وبيهجم عليهم، ولكن الحقيقة إن كلب البيتبول كلب محب جدا للأطفال وبيحب اللعب معاهم وما عندوش أي مشاكل في التعامل معاهم. وفي الآخر الموضوع قائم على شقين: المعاملة والتدريب. وكمان قيل عن كلب البيتبول إنه كلب لا يشعر بالألم، ودي معلومة خطأ جدا، لأن كل الكلاب بتشعر بالألم، ولكن كلب البيتبول بشكل عام تم تهجينه ليحمل قوة تحمل عالية. أحد الخرافات اللي بتطلق برضو على كلب البيتبول إنه كلب عدواني بطبعه. كلب البيتبول عمره ما كان عدواني، لا مع الأشخاص ولا مع الأطفال ولا مع الكلاب، ولكن ده بيتواجد بسبب النشأة الاجتماعية وتأخير عملية التدريب، واللي بتأثر بنسبة كبيرة على سلوكه. في النهاية خلينا نقول إن كلب البيتبول زيه زي باقي الكلاب، إذا حصل على البيت المناسب وعلى التدريب المناسب فبيكون مميز جدا ومناسب لأصدقائه. وأي مشكلة ممكن تكون سمعتها عن كلب البيتبول هي مشكلة فردية ناتجة إما عن سلوك صاحبها وإما عن غياب تدريب. وزي ما اتفقنا قبل كده في حلقة أقوى كلاب الحراسة ضد المفترسات، إن طبيعة الكلاب شيء وتدريبهم شيء تاني. أتمنى تكونوا استفدتم بحلقتنا النهاردة، ولو عندكم أي سؤال عن كلب البيتبول أو لو حابين تقتنوا كلب بيتبول ابعتوا لنا على صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وانستجرام وهنرد عليكم على طول. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم على خير الحلقة اللي جاية. سلام.